عملت المقلمة الكيوت دي من علبة معجون اسنان. نجيب الكرتونة ونحدد كده 5 سنتي من كل الجناب، وبعدين بنقص بالقطر. هشيل الجزء ده دلوقتي ونشتغل في ده. جبت دبل فيس وغطيت بيه الكرتونه كلها، غلفتها بورق كانسون عشان يبقى سميك كده ويديها متانه. كمان حطيت على ال3 جناب دول دبل فيس. بلزق الورقه في النص كده وبسيب زياده من ناحيتين، وقبل ما اتني الورقه وعشان الورق ده سميك شويه بضغط عليه كده بالمبرد او باي حاجه حاده شويه عشان يتني معايا بسهوله. ونقص بقى اي زياده في الورق. بعدين بنقص الزوايا بالشكل ده كده وبقفلهم بالطريقة دي، وبعمل نفس الخطوات الناحية التانية. حطيت هنا دبل فيس وغلفتها بورقة بنفس مقاس الكرتونة، والقطعة الصغيرة دي هغلفها بنفس الطريقة. بعد كده نجيب اي كرتونة خفيفة عندنا. انا استخدمت الكرتونة دي وقصيت منها حتة كده بالقطر، حطيتها قدام الغطا كده واخدت علامات عند كل الزوايا. بعدين شديت خط بالمبرد كده عند العلامات دي عشان اقدر اتني الكرتونة بسهولة. حطيت عليها من فوق كده دبل فيس ولميتها بالشكل ده كده، وبعدين دخلتها في الغطا. وكده خلصنا. ودلوقتي هزينها. استخدمت اقلام فلوماستر للتزيين، وما اقتنعتش قوي بقى بالفيونكة اللي انا رسمتها دي، فقصيت واحدة على الورق ولزقتها. كملت تزيين بالستيكر ده وقصيت الايد دي على الورق الابيض. وبس كده بقت جاهزة. شكلها طلع تحفة. ممكن تستخدموها بقى كمقلمة، وممكن كمان تحطوها على المكتب وتستخدموها كده منظم للأقلام. لو أدواتكم مش كتير هتبقى حلوة قوي.